محمد بن فيصل ما قصرت، توكل على الله، خلنا ناخذ ما بقى من الموسم الدوري وبيروح وكاس الملك وراح، بس نبي هيبة الهلال تبقى، توكل على الله. الله يرحمه والديه. مع خيسوس كنا ننافس على كل البطولات، واللي جاب زوران شوف سوى في الهلال، الحين 4-0 وصرنا بنطلع من كل البطولات موسم صفري، من النافس على 4 بطولات الحين على موسم صفري بسبة امير محمد بن فيصل وزوران. طالب من هالمنبر زوران برا مع السلامة. ما نبي مدرب، الهلال يلعب والله لو يلعب بدون مدرب لا يفوز والله. المدرب النتيجة 4-0 حاط يد عليه يسولف مع فهد المفرج، ما يقوم على الخط يلعب سو هذا تغييرات بايخة. لا يا شباب نص العالم جاية قاعدة بالمطر عشان ناكل 5. عيب والله عيب، الهلال أكبر من كذا والله. نبي الدوري وإن شاء الله نكون أول فريق ياخذ الدوري 3 مرات ورا بعض. من كأس الملك وطلعنا من البطولة العربية وطلعنا أيضا من قبل في المباراة الخاصة الزمالك. السؤال اللي قاعد يوجه الهلال مش مشكلة الخروج، خروج طبيعي ممكن تطلع، احنا طلعنا في نهائي كبير يمكن صارت ردة فعل قوية عند الجماهير. السؤال ماذا بعد؟ يعني رسالتي لسمو الأمير محمد، احنا مش راح نكون فعليين ونقول لك اطلع، لكن فعلا اللي قاعد يصير هل هذا يرضيك مع هذا المدرب؟ قاعد الهلال يخسر بشكل متتالي. قلنا نقاتل على جميع البطولات، الحين خرجنا من العربية، خرجنا من كأس الملك، باقي معنا الدوري وكأس آسيا. مع زوران والله ما راح مع زوران والله ما راح. الهلال هش ما راح يفرح الجمهور، والهلال هش إلى أبعد درجة. عنوان المباراة وضح من أول ما شفت طال عمرك جحفلي ظهير، مرة طال عمرك أول الجيم ديجينك، ثاني الجيم جحفلي. انتوا ايش قاعد تسوي يا زوران؟ والله العظيم ما تسوي شيء، قسم بالله ما عندك تدريب. تشكيله كذا ما جيت. احنا بدايه الموسم نبغى 4 بطولات، خلاص الحين نبغى السيتي، نبي الدوري بس، كاس الملك ما نبي، ما نبي اسيا، نبي الدوري بس. زوران اوت.